صباح الخير. في فيديو النهاردة هنعمل الترشي المشكل بطريقة سهلة وبسيطة ومن غير ولا نقطة مية. هنعمله زي اللي بنشتريه من بره واحلى كمان. يلا نسمي الله ونشوف الطريقة. عندي هنا كمية من اللفت والجزر والقرنبيط، هنقطعه بالتقطيعة اللي احنا عايزينها وبالشكل اللي حابينه. وهنيجي للقرنبيط بتاعنا، هنجيب مية سخنة بتغلي، لازم تكون مية بتغلي، وبعدين هنزل فيها حوالي نص معلقة من الكمون ومعلقة كبيرة من الملح. وبعدين هنجيب القرنبيط اللي قطعناه قطع صغيرة، هننزله في المية. لازم ننزله في مية بتغلي كده ويقعد يدوب دقيقة، وبعدين نخرجه على مية ساقعة علشان نمنع منه ان هو يعمل ريحة خالص واحنا حاطينه في المخلل بتاعنا، وكمان عشان يبقى طعمه حلو وما يعملش اي غازات. فاحنا هنخرجه بسرعة يدوب دقيقة بس، ونحطه في مية ساقعة بحيث ان احنا نوقف عملية التسوية بتاعته ويفضل معانا مقرمش وطعمه جميل. هنخرجه في مية ساقعة وبعدين نضيفه على باقي المخلل بتاعنا اللي احنا قطعناه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. يعني اي تقطيعة تحبيها للفت وللجزر قطعيها وضيفي عليها القرنبيط اللي احنا عملناه. وبعدين بقى هنجيب الخلطة الجميلة دي، عبارة عن 1 من الجزر كبار بشرتهم، و5 معالق كبار من هريسة الشطة الحامية او باردة حسب ما حضراتكم عايزين. وهغلف كمية الخضار بتاعتنا كلها بالشطة او بالهريسة بالشكل ده، بحيث ان المخلل بتاعنا ياخد لون وما نحتاجش نحط له اي لون تاني. هنجيب بقى كمية كده من الزيتون اللي احنا خليناه مع بعض قبل كده في القناة، وكمان ليمون معصفر برضو عملته مع حضراتكم قبل كده. هقلب بقى الزيتون والليمون كويس جدا مع باقي الخضار بتاعنا بالشكل ده. وكده مش هنضطر نضيف اي نوع من المية تاني، يعني احنا مش هنضيف كمية من المية تاني. هو المخلل بتاعنا مش محتاج مية، هيبتدي ينزل. هنسيبه 3 ساعات على الرخامة، هينزل المية بتاعته. وبعد كده هنجيب بطرمان ونفضيه فيه. بس في البداية هنحط الخليط بتاعنا. حطيت 2 معلقة كبار من السكر بيعمل ايه؟ بيخلي المخلل بتاعنا مقرمش ومش بيخليه يتهري معانا خالص. وهنضيف كمان حوالي 3 معالق كبار من الخل مش هيهري المخلل بتاعنا خالص، هيخلي طعمه حلو، وهيديله كمان هيخليه يعني هنبقى ضايفين له زي مادة حافظة. وبعدين هنضيف الملح طبعا زي ما حضراتكم عايزين، حسب ما حضراتكم عايزين. هنقلب وندوق ونشوف لو محتاج ملح تاني هنضيف له ملح تاني. بس كده، يعني طريقة سهلة وبسيطة جدا، وما شاء الله من احلى واجمل المخللات المشكلة اللي ممكن نعمله في البيت. هنجيب بطرمان نضيف او علبة تلاجة بس تكون ناشفة خالص، وهنحط فيها المخلل بتاعنا ونحطه على رف التلاجة. هيقعد معانا بالشهر والشهرين، مش هيجراله حاجة خالص ومش محتاج اي سوائل تاني. هو كده هيبقى طعمه جميل جدا. جربوه وان شاء الله يعجبكم، وما تنسوش تعملوا الاشتراك ولايك، ومع السلامة.